السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي. النهارده هنعمل مع بعض وصفة الكل بيعشقها، وهي الفطير الفلاحي المشلتت الفلاحي الاصلي باسهل وابسط طريقة. هنشوف ازاي هنعمله بكل سهولة، ومن كيلو دقيق واحد بس هنعمل 3 فطاير. مش هنتكلف فيهم كتير، والشغل فيه ممتع جدا، واوعدكم هتطلعوا من الفيديو ده اساتذه في عمايل الفطير. بصوا مورق بقى معانا قد ايه. مقاديرنا سهله وبسيطه. ده كيلو من الدقيق، ومعلقتين من السكر، معلقه ملح، وشويه من الميه، مش اكتر من كده. يلا بينا نسمي الله ونشوف وصفتنا الحلوه دي محتاجين ليها ايه. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم ان اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده اول باول. في الاول هبدا بكوبايتين ونص من الميه بمج الشاي العادي. هضيف عليهم معلقتين من السكر ومعلقه صغيره من الملح، وهنقلبهم مع بعض كده بالمضرب السلك عادي. هتقولولي لو حد عايز يسأل طب المية دي ساقعة سخنة دافية؟ المية دي مية فترة، رغم ان احنا مش هنحط عليه خميرة ولا اي حاجة، بس يفضل نضيف المية تكون فترة. انا جبت المقادير في الصورة تاني كده عشان اللي لسه ملحقش يصورها يلحق يصور. خلاص كده دوبنا السكر في كوبايتين ونص المية. هضيف كيلو الدقيق مرة واحدة، وهبدأ اقلبه كده في المية بالسكر بالملح علشان نبدأ بقى ايه نعجنهم. اساسي بقى يا جماعة في عجينة الفطير ان احنا لازم نخدمها كويس قوي علشان تطلع معانا طرية وناعمة. قلبتهم بالشكل ده مع بعض كده، وخلاص كده المعلقة او الاسباتيولا مش قادرة تكمل عجن، هنكمل احنا بقى. هنشيل بقى كده الدقيق اللي عليها، ونبدأ نلم العجينة ونقوى شوية عليها كده في العجن، لان عجينة الفطير بتحب تتعجن شوية كويسين. واساسي طبعا في عمل الفطير اننا نستخدم دقيق يكون عرقه شديد. يعني هنروح للعطار بتاعنا نقول له عايزه دقيق ينفع اعمل بيه فطير علشان يستحمل العجن، وبالتالي يستحمل الفرد بتاع الفطير وما يتقطعش مننا واحنا بنشتغل. بعد ما عجنت العجينه كده حسيت انها محتاجه شويه كمان من الميه، ضفت عليها بالظبط ربع كوبايه كمان من الميه. يبقى كيلو الدقيق بتاعنا خد 3 كوبايات الا ربع من الميه. نخلي بالنا واحنا بنضيف الميه، لان كل نوع دقيق بياخد ميه غير التاني. انا النوع ده خد 3 كوبايات الا ربع من الميه بالظبط. هعجن كده فيها شويه علشان اخدمها وتكون ناعمه معايا زي اللي باينه في الاخر، بالظبط زي ما احنا شايفين كده. نقدر نستخدم في الفطير بتاعنا ده بقى اي نوع سمن احنا حابينه. السمنه هنستخدمها مش في المرحله دي خالص، السمنه هنستخدمها واحنا بنورق العجين. هنا انا مسكت العجينه كده بعد حوالي 7 دقايق كده من العجن، لقيتها لسه محتاجه شويه كمان علشان تنعم اكتر وتبقى طريه اكتر. رجعتها للبوله تاني وبدات اعجن فيها شويه كمان. نطول بالنا عليها شوية في العجن معلش، احنا في الاخر بناخد نتيجة حلوة جدا. في الاخر بناكل فطير مشلتت والنتيجة تستحق ان احنا نعجنه شوية حلوين. خلصت عجن العجينة، غطيتها ترتاح حوالي نص ساعة على الاقل عشان تتفرد معايا بكل سهولة. بعد كده خدتها على ترابيزة. الرخامة بتاعتي كانت صغيرة شوية مش عريضة كفاية، والفطير بيحتاج مكان واسع علشان نعرف نفرده عليه كويس. خدت مفرش دوت وحطيته على ترابيزة عندي، ورشيت عليه كمية كويسة كده من الدقيق، وبدأت أفرد العجينة زي ما احنا شايفين. العجينة بتتفرد معانا بكل سهولة لأنها خدت وقتها في الراحة، ريحناها نص ساعة، وده بيخليها سهلة جدا في التعامل بعد كده وانا بفردها. بحاول بقى افرد الحروف كده واشدها بشويش وبالراحة علشان ما يتقطعش العجين معانا، علشان تبقى رفيعة وما يبقاش الفطير بتاعنا فيه اي حتة تخينة فيه. وعايزة اقول لكم ان حتى لو احنا في المرحلة دي بنشد الفطير كده او بنشد العجين بتاعنا وقطعت مننا حتة كده منه ولا حاجة، ولا تتضايقوا ولا اي حاجة، عادي، لان كل ده بيتدارى بعد كده لما بنطبقها. انا الدقيق بتاعي ده كان نوع كويس بصراحة، كان شديد ومستحمل ان انا اشد فيه براحتي وما اتقطعش مني ولا مرة.
عشان كده بقول لكم لما نروح نشتري الدقيق بتاع الفطير نقول للعطار او حتى لو في السوبر ماركت اقول له انا عايزه دقيق يكون عرقه قوي عشان اعمل بيه فطير. عندي بقى دول حوالي 200 جرام كده من السمنه البلدي، ضايفه عليهم حوالي معلقتين 3 من الزيت علشان نورق بيهم بقى ايه العجين. هفرد السمنه على العجين لكن مش هفردها كلها، مش هاخد ال 200 جرام كلهم. هما السمنه بالزيت ربع كيلو، مش هاخدهم كلهم، انا هاخد منهم جزء الجزء الاكبر وهسيب شويه كمان هنورق بيهم الفطيره للمره التانية. بفردها كده كويس قوي وبملى كل العجينه بتاعتي وابدا الفها رول كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا لكم حريه الاختيار في السمنه اللي هتستخدموا بيه تفردوها على العجينه او هتعملوا بيها الفطير. ينفع تستخدموا زبده فرن اللي هي الزبده النباتي، عايز اقول لكم انها بتبقى تحفه في الفطير بجد، تخليه مورق بقى بشكل رهيب. سمنه بلدي سمنه نباتي، لو هتضيفوا سمنه نباتي بس نبقى نضيف ليها كيسين من الفانيليا. لميت العجينه كده رول زي ما احنا شايفين ورشيت الرخامه قدامي دقيق، وهبدأ بقى اقسم العجينة بتاعتي دي كده بعد ما اسويها الى حد ما الى 3 اجزاء علشان نعمل بيها 3 فطاير زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بصوا الطبقات مورقة بقى قد ايه. هبدأ بقى اقفل على الزبدة كده من الجنبين علشان ما تخرجش من العجينة لما نيجي نفردها للمرة التانية. عايزة اقول لكم ان احنا عشان في الشتاء هي الزبدة مش هتخرج لان الجو برد وتبقى خلاص متماسكة. طب ولو في الصيف هنعمل ايه؟ بعد ما هنقطع العجينة وبالشكل ده هناخدها ندخلها التلاجة على الاقل نص ساعة علشان نطمن ونتأكد ان الزبدة مش هتخرج منها واحنا بنفردها. هنرش بقى شوية كده من الزيت حلوين على وش العجين وابدأ اغطيه بكيس بلاستيك واريحه لمدة ربع ساعة كمان على الاقل عشان يتفرد معايا للمرة التانية بكل سهولة والعجينة ما تلمش مننا واحنا بنفردها. هاخد بقى كده اول واحدة بعد الربع ساعة ما عدت، هاخد اول واحدة ارش على الرخامة شوية كده من السمنة او الزبدة اللي كانت باقية معانا من التوريق بتاع المرة الاولانية. افردها كده وافرد الفطيرة بتاعتي بالشكل ده كده، بحاول ايه يعني ارققها شوية كده وابل ايدي دايما من السمنة على الزيت اللي عندي دول وافرد بيها كده. السمنة بتطري الفطير وبتخليه طعمه حلو والزيت بيخليه مقرمش شوية وخفيف، فمهم نضيف الاتنين مع بعض. خلاص كده طبقتها زي الظرف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هجيب صينية ادهنها سمنة بسيط قوي لان كده كده الفطير فيه سمنته، وهعمل الفطيرة زي السرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده وهحطها بقى في الصينية واغطيها كمان بكيس بلاستيك علشان وشها ما ينشفش وعلشان تفضل طرية. برضو هنعمل كده في الفطيرة التانية بنفس الشكل وبنفس التكنيك اللي عملنا بيه الاولانية. هنفرد كده بالراحة هنلاقيها بتتفرد معانا العجينة ما شاء الله ناعمة وطرية زي الملبن بالظبط، ولا واخدة مننا مجهود ولا بتقاومنا واحنا بنفردها ولا اي حاجة. ببل ايدي كده من السمنة على زيت وبطبقها برضو كده على شكل ظرف زي ما احنا شايفين في منتهى السهولة والشغل فيه ممتع جدا. وبعد كده بعد ما بطبقها ظرف بلمها على بعضها ايه سرة كده في بعضها واحطها برضو ايه في صينية مدهونة برضو بالسمنة. قد ايه الشغل في الفطير بجد ممتع. خلاص كده خلصناهم هما التلاتة. هنجيب بقى اول واحدة بدأنا بيها ونبدأ نفردها. هنلاقيها برضو بتتفرد معانا بكل سهولة. كل ما العجينة ارتاحت كل خطوة بنعملها في الفطير المشلتت بنريح العجينة بعدها شوية. كل ما العجينة ارتاحت كل ما كانت سهلة معانا وبتريحنا احنا كمان في فردها. هنجيب برضو اللي بعدها. عملنا 3 فطاير ب3 مقاسات مختلفة من كيلو الدقيق. في واحدة فيهم كانت مقاس 30 وهي دي اللي قدامنا بالظبط، واحدة كانت مقاس 26 واحدة مقاس 24. بنفرد كده العجينة. في الوقت ده بقى بدأنا نشغل الفرن على درجة حرارة 220 أو 230. الفطير بيحتاج حرارة شديدة. بيسخن الفرن 10 دقايق على ما احنا نخلص فرد الفطير.
وهنجيب دي كمان برضو نفردها بنفس الشكل وبنفس الطريقة. دقايق هنلاقيها عاملة فقاعات حلوة كده واحنا بنفردها، ده دليل على انها ما شاء الله هتطلع مورقة من جوه. كده تمام، خلصنا كده. دي الصينية التانية في الفرد. هناخد بقى الصينية الأخيرة، هنجيب الصينية الأخيرة وبرضو هندهنها بنفس الشكل، هنفردها بنفس الشكل ده. بصوا بقى دي عسولة قوي الصغننة دي، بصراحة كانت جميلة جدا وكانت قابة كده، وهو كله ما شاء الله كان قابب ومورق وكل حاجة، بس أنا كنت حابة دي حجمها كان صغنن كده وجميل. فردناها كده وظبطنا الدنيا. هنبدأ بقى بعد كده اللي حابب يدهن وشها بالقشطة، وانا برضو بحب ادهن وشها بالقشطة. هنعمل ايه؟ هنجيب شوية من القشطة اللي هي وش اللبن او القشطة الفلاحي، لو عندك قشطة فلاحي عادي، واضيف عليها معلقة كبيرة من السمنة علشان القشطة بتتحرق بسرعة، وعلشان ما تتحرقش مننا هنضيف عليها معلقة من السمنة. هنجيب بقى اول واحدة عملناها وندهن بقى وشها كده. عايزه اقول لكم بقى على ملحوظه مهمه قوي، وهي اننا لو الفطير لسه قدامنا شويه مش هنسويه دلوقتي، خلصناه فرد كده في الصواني ومش هنسويه على طول، ما ندهنش القشطه غير لما نيجي ندخله الفرن على طول، عشان لو سيبناه وشه مدهون بالقشطه وركناه شويه القشطه هتقطع العجين. خلاص، فكده احنا بنعمل الوش، لكن انا هسوي على طول، فبالتالي حطيت القشطه عليه كله عشان كنت ادخلهم هما التلاتة الفرن مع بعض. ودي برضو اخر واحدة كده بندهنها كده بالقشطة مع السمنة. عايزة اقول لكم ان انتوا حتى لو عاملين الفطير بسمنة نباتي، القشطة بتخلي طعمه وريحته اكنه معمول كله بسمنة بلدي. الفرن شغال على درجة حرارة 220 او 230. هندخل الفطير في الرف الاولاني من تحت فوق شعلة الفرن على طول. بصوا ما شاء الله قابب وجميل ازاي. اول ما هيقب بالشكل ده ههدي درجة الحرارة ليه، هنزل درجة الحرارة تقريبا للنص علشان يبدأ يستوي طبعا من جوه كده ويبقى حلو. وبعد كده طلع معانا بالشكل الجميل ده ما شاء الله، ما خدش وقت في الفرن كبير ولا حاجة، تقريبا خد ربع ساعة بالكتير. وبعد كده ولعت عليه الشواية من فوق، خد الوش الحلو ده. مش عايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله على طعمه ولا ريحته يا جماعة، بجد ادمان. الوصفة دي ان شاء الله سهلة سهلة زي ما انتوا شايفين، يعني مش كنت متخيلة ان الفطير المشلتت نعمله في البيت في يوم بمنتهى البساطة كده. ناكله بقى مع شوية عسل ابيض، شوية عسل اسمر، او حتة جبنة حادقة، يعني بقى اللي انتوا عاوزينه. شوفوا انتوا بتحبوا تاكلوا الفطير بايه. خلصت وصفتنا للنهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم.